من مسرحية النخلة والجيران للمخرج المسرحي الراحل قاسم محمد إلى مسرحية روميو وجولييت في بغداد التي عرضت في مهرجان مسرح شكسبير في لندن. ما زال الفنان الرائد سامي عبد الحميد ينثر إبداعاته بشكل مستمر، لتحتفي به اليوم مؤسسة السياب مقرها لندن في المركز الثقافي البغدادي. لا ننتظر المبدع لنقيم له نصبا تذكاريا، المبدع يستحق منا كل وفاء سواء بطباعة كتابه أو بنشره أو بتوزيعه. أما سامي عبد الحميد فمن يتحدث عن المسرح العراقي، من يتحدث عن التلفزيون العراقي، من يتذكر أول من لون السينما العراقية بفيلم نبوخذ نصر، كل هذه الأمور لا بد أن يمر على سامي عبد الحميد. ولد سامي عبد الحميد في السماوة عام 28. من أشهر أعماله الإخراجية المسرحية ثورة الزنج، ملحمة جلجامش، بيت برناردا ألبا، أنتيغوني، المفتاح، في انتظار غودو، عطيل في المطبخ، هاملت عربيا، الزنوج، والقرد كثيف الشعر. كما مثل في مسرحيات منها بغداد الأزل، بين الجد والهزل، الإنسان الطيب، أنسو هيرو ستارت لمؤلفها العالمي غريغوري غوروغين، وإخراج فاضل خليل. وليه فتوى الهجهامة ما تعطيني رويسك أحبني، ما تعطيني دياتك أحبنها. ويا خاطر هاي الشيبات ما تعرف عنه، ترى هو هم من وتأتيها الدفعة فتلقيها 4. سامي عبد الحميد كاتبا ومخرجا وممثلا وناقدا وباحثا ومترجما وتقنيا. ليس فقط عبر منصة المسرح أطل سامي عبد الحميد على جمهوره، بل أيضا عبر الشاشة الفضية التي عرضت أفلاما كثيرة له، مثل من المسؤول، نبوخذ نصر، المنعطف، الأسوار، والمسألة الكبرى، وفيلم كارنتينا. وعن العمل الأخير الذي شارك به في لندن، روميو وجولييت في بغداد، نقل سامي عبد الحميد انطباعات جمهور المسرح الشكسبيري. لا دخان الحب أنا أشتهي ليل العاشقين. أثار إعجابهم لأنهم شاهدوا فيه شيء مختلف عما ألفوه. الانتقادات وجهت للمسرحية هنا من داخل بغداد ومن بعض النقاد على كونها استخدمت في بعض مشاهدها شيئا من الطائفية. هذا هو الواقع، المسرحية كشفت عن الواقع، ولكنها أدانته. في أول جمل أقولها أنا عندما أظهر إلى المسرح في البرولوج في الافتتاحية، أنا أدين هذا الاختلاف، هذا التعصب الطائفي. كما وقع اليوم كتابه العرب في مسرح شكسبير، احتفاء بالفنان الرائد المسرحي سامي عبد الحميد الذي يقوم بتوقيع كتابه الآن. قام المركز الثقافي البغدادي احتفاء به بتسمية إحدى القاعات هنا داخل هذا المركز باسمه من شارع المتنبي في بغداد. صابرين كاظم، الحرة.